مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، حيث سنأخذكم في جولة لمتابعة آخر تطورات أشغال ملعب مولاي الحسن. هذا الملعب الذي يعتبر معقل فريق الفتح الرباطي يشهد حاليا مجموعة من الإصلاحات والتحديثات التي تهدف إلى تحسين جودة المرافق وتوفير أفضل الظروف للاعبين والجماهير. في هذا الفيديو سنشارك معكم صورا ومقاطع حصرية للأشغال مع تحليل لأهم التغييرات المنتظرة. تابعوا معنا للنهاية، ولا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. مدرجات ملعب مولاي الحسن يتم بناؤها باستخدام نظام المدرجات الخرسانية سابقة الصب، وهو أسلوب حديث يضمن سرعة الإنجاز وجودة عالية. إليك التفاصيل. الأولى: الأساسات والبنية التحتية. يتم أولاً تجهيز الأساسات الخرسانية المسلحة التي تحمل ثقل المدرجات. تستخدم أعمدة وقواعد قوية لتوفير الاستقرار ومقاومة الزلازل. التركيب الثاني هو بناء هيكل حديدي أو خرساني يدعم المدرجات ويضمن توزيع الأحمال بشكل متساو. تستخدم دعامات أفقية ورأسية لتوفير الصلابة اللازمة. ثالثاً: تصنيع المدرجات مسبقاً وتركيبها. يتم صب المدرجات في مصانع متخصصة باستخدام الخرسانة المسلحة، ثم تنقل إلى موقع الملعب. يتم تثبيت كل جزء من المدرجات على الهيكل الداعم باستخدام اللحام والمسامير الضخمة. هذه الطريقة تقلل مدة البناء وتضمن دقة في التركيب. الرابعة: سيتم تغطية جميع المدرجات بسقف معدني حديث يدعم الحماية من العوامل الجوية ويوفر إضاءة طبيعية. الخامس: الإضافات النهائية، تركيب المقاعد البلاستيكية أو المعدنية، إضافة الممرات والسلالم لتسهيل حركة الجماهير، تركيب أنظمة الإضاءة والصوت. لماذا هذه الطريقة؟ سريعة التنفيذ مقارنة بالبناء التقليدي، مقاومة عالية للظروف الجوية، إمكانية الصيانة السهلة في المستقبل. هذا الأسلوب يجعل ملعب مولاي الحسن منشأة حديثة تلبي المعايير الدولية وقادرة على استضافة مباريات كبرى بكفاءة عالية.